أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أن القضاء العسكري يختص بالأساس بمحاكمة العسكريين، وأن المدنيين لا يمثلون أمامه إلا في حالات محدودة ضبطها القانون تتعلق بتخصصه الموضوعي في بعض الجرائم التي لها علاقة بالشأن العسكري أو يتعهد بها بموجب الأنظمة أو القوانين الخاصة. وأفادت وكالة الدولة العامة بأن المرسوم عدد 70 المؤرخ في 29 من جويلية 2011 قد أرسى جميع ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالمعاهدات الدولية، وخاصة منها المادة 14 من العهد الدولية للحقوق المدنية والسياسية. وأضاف أن المرسوم المذكور أوجب على المحاكم العسكرية تطبيق جميع الإجراءات التي يتم اعتمادها من قبل المحاكم العدلية وفق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك في كافة مراحل المحاكمة، باعتبار أن القضاء العسكري جزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية التونسية، وأن الأمر لا يتعدى أن يكون مسألة توزيع اختصاص بين المحاكم. وأكدت أن العسكريين يتمتعون بنفس درجة المواطنة مثل المدنيين، ولهم نفس الحقوق والواجبات، وهم معنيون كغيرهم بضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالمعاهدات الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان. ودعت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري الجميع إلى عدم إقحام القضاء العسكري في المناكفة والتجاذبات مهما كان نوعها، مؤكداً أن العسكريين ليسوا خارج دائرة الضمانات المنصوص عليها بالمواثيق الدولية، وهي بالتالي حريصة على حسن تطبيق تلك الضمانات من قبل المحاكم العسكرية بصرف النظر عن صفة المتقاضي مدنياً كان أو عسكرياً. يشار إلى أن هذا البلاغ التوضيحي جاء على إثر تواتر الدعوات مؤخراً من قبل بعض الأحزاب والمنظمات الحقوقية إلى عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بدعوى عدم توفر ضمانة المحاكمة العادلة أمام القضاء العسكري.